سهام، قولي يا سهام، جمع سهم. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا سهام. عامل ايه؟ انا في نعمه ما دمت بحمد ربنا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك لحظه وانت طيبه. يعني يا دكتور عندي والدتي تعبانه، عايزه احكي لك على وضعها وعايزه اسال حضرتك نعمل معاها ايه؟ قولي. ام عندها يعني حوالي 67 سنه. يديها ربنا يا رب الصحه وطولة العمر. هي مريضه بسكر وعندها برضه مرض في الاعصاب وفي جسمها، يعني تعبانه. انتوا حاسين بيها يا بت؟ احنا مش حاسين. انتوا حاسين بيها؟ احنا مش حاسين، يعني احنا شايفينها بتتعذب قدامنا، مش عارفين نعمل لها ايه يا دكتور. تدوها ميه ساقعه ومحدش يزعلها، وتدوها الدواء لما يبقى لها دواء، ومحدش يحكي لها قضيه ولا علاكه ولا لها دعوه باي علاكه. لا اله الا الله. لا يا بنت استني، عشان المشاهدين زي الكتار مش عارفين حاجه. اللي عنده عيان مش عارف يعامله ازاي، يبعدوا عن الوجع، يبعدوا عن المشاكل تماما. ما يجيبلوش حاجه تزود السكر ولا تزود الضغط ولا تجيب له شلل، ما يدخلوش في المشاكل الاقتصاديه. عيان يا ناس، بدل ما هو في الهوسبيتاليا عاليه، هو في الاوضه عندنا بس دي هوسبيتاليا عاليه. يا ريت الناس تؤمن بدي. اللي عنده مريض مش لازم يروح يزوره في المستشفى، هو عنده كأنه في الهبابة. نفهم الناس. نقول ايه تاني بعد كده؟ اعمل ترانسليشن. عايز احكي لك على وضعها دلوقتي يا دكتور. قبل ما تحكي لي على اي حاجة، انت فاهمة كلامي؟ ايوه طبعا يا دكتور، واحنا بنعملها كده. هي كانت بس خلاص الله يفتح عليكم حاجة النبي. بس دلوقتي يا دكتور بقى لها شهرين عندها اكتئاب وحالة نفسية. طبعا ما بتصليش، مش عايزة تصلي. لا بقى الصلاة خليها لي لوحدها. بس قولي لي الاكتئاب مالوش دعوه بالصلاه ولا حاجه. انت قولي لي جالها منين؟ ايه؟ استني بالراحه عليا. نادت عليكي كم مره وانت ما ردتيش؟ قريت في وشك التبرم وانك زهقانه من خدمتها. لازم يا اختي نحسس بالراحه. بوس ايدك. يا بابا جالها اكتئاب. انا عمري يجيني اكتئاب وولادي خداميني؟ استحالة. أنا عمري يجيني اكتئاب من غير ما حد ينفخ في وشي؟ استحالة. أنا ممكن يجيني اكتئاب وأنا حاسس إن دول بيعاملوني كأني في مستشفى؟ لا يمكن. أنا ممكن يجيني اكتئاب ومحدش بيناقشني وجاديني. أنا ممكن يجيني اكتئاب لما أتكلم كتير وحد يقول لي هدي قلبك. يجيني إزاي؟ إنما يجيني مليون اكتئاب. طب هي يا دكتور دلوقتي مش عايزه تصلي، مش عايزه تاكل. خلي الصلاه لوحدها. ما تسيبيش الحصان واللجام وكلميني في الايس كريمه. الله يخليكي. ما هو لما يجي لها اكتئاب والضبه تقفل على الضبه مش هتسمع الاذان ومش هتصلي. ما هو ربنا لما قال يا اختي يا بنتي اسمعيني يا سهام، يا بنتي يا سهام، لما ربنا قال يا اختي فليعبدوا رب هذا البيت، ما قالهاش الا بعد ما قال الذي معاها كده اهو في حضنها اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. لو امك عندك يا سهام دلوقتي على الهوا خليني اكلمها وابوس ايديك لو عملت كده. يا دكتور هي دلوقتي في وضع مش حاسه بحد، مش عايزه اتكلم حد، قرفانه من الدنيا، مش عايزاها. طب ما ماله، خليها تكلمني. قولي لها الدكتور مبروك عطيه واللي انت بتحبيه وخليها تكلمني كلمتين اتنين وانا اعرف منها الاكتئاب ده جه ليه، واقول لها تعمل ايه في الصلاه. مش هقول لك انت. الدكتور اللي انت بتحبيه هتكلمني. ازيك؟ اهي يا دكتور سمعتها. ازيك؟ مش بتتكلم، بتقول لي مفيش حاجه نافعه، الكلام مش نافع، ربنا مش هيشفيني. لا هيشفيها وهيعافيها وهتبقى زي الفله. وطبطبي على امك وبوسي ايديها وبوسي ايديها بالنيابه عني. وقولي لي لو هي في القاهره قولي لي خدي تليفوني وابعتي رساله. انا ما بردش على تليفونات. احلف يمين الله ولا احلف بايه؟ ما بردش على تليفونات وانا مش كذاب. الضروره لحظه ابعتي رساله قولي انا بنت الست كذا سهام اللي كلمتك، وانا اتصل بيكي واخد العنوان وهاجي ليا ابن هيسوق بيا وهاجي ازورها وابوس على ايديها واجيب لها حته فكايه جميله وورده حلوه وهتصلي وانا قاعد وهعرف منها انتوا بتهببوا ايه. لا يا دكتور والله احنا ملناش غير والدتنا دي، احنا ملناش غير. ملناش؟ ايوه ما انا كل الناس بتقول كده. لا انت هتخدعيني ولا ايه؟ يعني احنا والله لا ما انا عارف والله العظيم كل الناس بتقول كده ولا بيعملوا حاجه بناء على هذا الكلام.
والله يا اختي كله بيحبني، وانا احلف يمين ما حد يعرف يحبني. طب هي يا دكتور دلوقتي يعني بتقول لي يعني ولعوا فيا قتلوني. انتوا ساكنين الاول في القاهره، طمنيني، ولا اسكندريه؟ يا رب اسكندريه يا رب، عشان اروح اقعد ليله مع احمد داوود. احنا في اسماعيليه. وماله حلو، اروح اجيب مانجا واروح لها الصبح بعد صلاه الفجر. ماشي يا دكتور. طب نعمل والله العظيم اجي لها، وانا بحلف بالله وهقول على الهوا المره الجايه انا رحت اسماعيليه وحصل كذا 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 كذا. شرفنا وتنورنا. الله يخليك. لا انا هروح عشانها، لا عايز انوركم ولا اشرفكم. انا هروح عشانها وهقعد افطر معاها وهبوس على ايديها انا قدامكم زي امي بالظبط، وهتشوف هي زعلانه من ايه وكل حاجه، وهي ربنا مش هيشفيني هقول لها ربنا هيشفيك، وهتتهاود وتبقى زي الفل، ولما تشم الورده هتبقى زي الفل، ولما تاكل الفاكهه الحلوه هتبقى زي الفل. امك بتحب ايه؟ سهام قطعت، بس قبل ما تقطع او بعد ما تقطع في جمله تعباني من جوايا، ان ممكن جدا الام دي تكون حست بالجماعه اللي بيقولوا مالناش الا هي الحقيقه ماما، ممكن جدا يكونوا اتكلموا ببراءه، من البراءه. نعمل ايه لما تموت وبتاع؟ سمعت ان هم بيستعدوا للوداع وفقدوا الامل. لينا نبي سيدنا محمد اللي احنا ما نعرفوش الا طشاش عليه الصلاه والسلام، قال لما تدخلوا على العيان كانسر، بنسر، انفلونزا، قلب زي حالاتي، اي عيان، اني سيك اني بتاع، افسحوا له في الاجل. يعني قولوا له يا اللي عمرك طويل، الاجل بالذات. نقول ايه؟ كلمتين اتنين، طهور، يعني ان شاء الله كل اللي فيك ده ربنا بيشيل ذنوبك كلها، طهور، ويا ابو عمر طويل. طب افرض هيموت بعد سنه، مش هيغير كلامكم بس هيفرحوا. الدين ده عايز الناس تموت وهي سعيده، تعيش وهي سعيده، وتموت وهي سعيده. تخيلوا. وانا ليا كتاب عنوانه كده، الاسلام دعوه الى السعاده، عنوانه كده، كتاب قد كده، كنت بقرا فيه امبارح، بقول ايه اللي انا كاتبه ده كده يسعدني شويه. عناصر 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 سعاده في ايه وفي ايه وفي ايه وفي المستقبل وفي الحاضر، واحنا اللي جبنا الغم من نفسنا وفتحنا كنابل كنابل ريري وبيري وسوسو وهوسو، حاجات مالهاش اي اصل ولا وجود. نعم يا فندم. منى هانم، اتفضلي يا منى. السلام عليكم. عندنا تليفونات كتير قوي قوي. يلا وعليكم السلام يا منى بسرعه. بقول لحضرتك انا كنت سامعه عن مدام سهام اللي كانت بتقول عشان مامتها عندها اكتئاب. انا جليسه لامراه قاعده، وانا بسم الله ما شاء الله، يعني ما هوش هقول لحضرتك الست دي يعني انا بعتبرها امي الثانيه. وبسم الله ما شاء الله، مش متخيل حضرتك كميه الدعاوي. انا عملت زي ما حضرتك قلت بالظبط، محسساها ان الدنيا دي عمرها طويل. الله عليك يا بنت، 80 شاطره، برافو. عدت ال80 تعدي ال100 يا رب. وبتعالى نعد والله يا حبيبتي. المهم عندنا الكيس، مش عندنا الايد. حضرتك مش متخيل. احنا المهم عندنا الحاله زي الفل، عسل، عشان انت زي الفل. مجرد بس والله العظيم. انت اتجوزتي يا منى ولا لسه؟ نعم. انت اتجوزتي؟ انا متجوزه. طب ربنا يصلح حالك. ومعاكي 3؟ لا معايا بنتين. هيجوا التالت قريب. قولي يا منى. بسم الله ما شاء الله. انا بقول لها لو اديت لمامتها حبه اهتمام وعنايه زي ما هي عايزه، مش الزام، مش يعني انا ما قلتش غلط يا منى. لا 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 حضرتك، انا بتصل باكد معلومه حضرتك فعلا ان هي لما تحس ان هي صحيح، هي امراه قاعده. بص حضرتك، هي امراه قاعده ما بتتحركش، بس انا سايبه لها حريه الاختيار، ده ولا ده، براحتك دلوقتي اشطفك ولا كمان شويه، تاكلي ده ولا ده، تاكلي ده. حضرتك بسم الله ما شاء الله طبعا. من مجرد حططان المفتاح بتنده عليا طبعا، بتقول لي، بقول لها يا روح منى، يا قلب منى، يا نن عين منى. الله يكرمك روحي والله العظيم 3. انا اقول لها وادعي برضو عشان يقولوا امين. ادعو لكل ابنها في كرب او بنتها في كرب ان ربنا يفك كربه، وكل الناس تقول امين يا رب. يا رب العالمين، يا رب العالمين. الله يفتح عليك يا منى،
الله يفتح عليك يا حبيبتي. يا بشكر منى، بقول لكل حضراتكم وبقول لكل الناس